مشاهدي الكرام، اهلا بكم من مقر البرلمان الاسباني. سعداء بان نستضيف عضو الامانه الوطنيه المكلف بالاتحاد الاوروبي القيادي الكبير منصور عمر. اليوم متواجدين في مقر البرلمان الاسباني. منين يسمح ندوه خصوص فيها برلمانيين يمثلوا البرلمان الاسباني ونشوفوا الوضع الاسباني، نستبشر خيرا. تدوينة وزارة الخارجية أمس قالت بأنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ومع الشرعية الدولية. هل يمكن من خلال هذه الندوة أن نستبشر بأن إسبانيا عادت إلى موقفها وإلى الشرعية الدولية؟ لا شك أنه هذا الموقف اللي ظهر في وسائل الإعلام وظهر في الصحافة الخارجية، لأنه هو خطوة يعني يتأكد الشيء اللي قالوا بيدرو سانشيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 9، واللي هو طلب من الأحزاب المعارضة هنا من جزء من الائتلاف الحكومي، وهذا لا شك على أنه نوع من التصنت للرأي ونوع من محاولة على أنه الاعتراف على أنه هذه الطريقة، هذا الموقف اللي كان يعني قد عبر عنه سانشيز السنة الماضية، لأنه ما هو مقبول عند الرأي الإسباني، وخاصة والمعنى الكبير هو الائتلاف اللي موجود في الحكومة. وهذا البرلمانيين هون تواجدهم واحدة هو من أجل تسجيل هذا الموقف، غير في نفس الوقت هو طريقة باش يعني يخلق فيها تضامن تصاعدي عن القضية الصحراوية بصفة يعني موازية مع هذا اللي يخلق يوم غدا في طوليدو، واللي هو الورشات حول مختلف الجوانب القضية الصحراوية. احنا نتفائل بخير، ولكن يلا دائما نولي يتم نوع من التفهم على انه هذه قضايا دول، وعنها لا تجد يعني 24 ساعه يعني تتغير بالشكل اللي باغين الصحراويين والشكل اللي باغين غيرهم. المغرب يضغط وضغوطه على كل حال راهي خلقت في وقتها، غير ضغوطه ما جابتش، لأن تصور المغرب لأن ذاك الضغوط على سانشيز في ذاك الوقت باش يقول كلمة الحكم الذاتي، على أنها له تجيب العالم واللي فيه كامل لصالح موقف المغرب. احنا ما شايفين أي دولة قالت شيء ملموس في هذا الاتجاه اللي هو. وثانية ولو تقولوا هو كاع الموقف اللي ذنبته ما يغيرش، نتيجة انه الأمم المتحدة عندها مسلسل سلام، وذاك مسلسل سلام ماشي، ويبحثوا عن الطريقة اللي يطبق بها. أي شيء ما هو جاي في طاره وجاي موازي له، وبتغريدة عدلها ترامب وهرب بها، وعقد ذاك اللي خلق من طرف سانشيز، اللي على كل حال ما فات عدل أي تأثير في الرأي العام في الأمم المتحدة، ما في حد أفرض عليه هذه التغريدة ترامب في وقته، ولا هذا التصريح اللي دار سانشيز يكون على أنه الناس استنكرت عليه، نتيجة أنه لا يتوافق مع موقف إسبانيا التقليدي. الأحزاب الإسبانية كان عندها تقليد وعندها إجماع وطني وسياسة الدولة مع قضية الصحراء، لأنه هو كان يعني هو المديرة، وما زالت عندها مسؤوليات في الأمم المتحدة. ما تقول هذا الكلام، هذا الكلام يقعد ندار به غرض معين في وقت معين، غير ما يمثل تغيير في السياسة الإسبانية، لأنه لا ساندوا البرلمان ولا ساندوا الأحزاب السياسية، وبالتالي حركاتي اللي يلود له هو طريقة على أنه يرفض الموقف التقليدي اللي عند إسبانيا. وعلى كل حال يعني الموقف التقليدي يقول بأنه الصحراويين يالتهم يعدوا يختارون تغيير مصيرهم، وعنه عود خالق يعني حل موافق عليه وفي قرار الأمم المتحدة وطبقا لقرارات الأمم المتحدة. هذا حتى المغربي العاد اللي يعني يبحث عن دعم الحقوق معينة،
هذا فاتح المجال لأنه الصحراويين يختاروا ذاك اللي ظاهر لهم، ما مفصل عليهم شيء. والصحراويين متواجدين لداخل وبرا عن الوطن، يا الله ولا يسمح لهم ما يسقرهم حد لين يجعل علمهم يقعدوا كاع ما هم عارفين مصلحتهم. الصحراويين طبقا لمصلحتهم، ذاك اللي صالح لهم هو. شكرا لك الاخ السفير منصور عمر. لنا عوده طبعا في اطار فعاليات الندوه التضامنيه. شكرا جزيلا.